الثانية تساوي حياة إنسان لو ما لحقتش تنقذه. شوف اللي هيحصل وانت تفهم قصدي. ماشية عادي جدا، لقت واحدة تعبانة فبتحاول تساعدها، تصرف طبيعي احنا كلنا ممكن نقع فيه، وبنساعد المحتاج يعني. هي بتقول لي انا دايخة قعديني هنا. قامت فبتحاول مثلا البنت، تعالي نعدي الناحية التانية، في صيدلية الناحية التانية، نحاول نعمل لك حاجة. لاحظوا يا جماعة اللي هيحصل دلوقتي، وركزوا لحد اخر الفيديو بجد، ولازم تنشروا الفيديو ده في كل مكان. طلعت حاجة من الشنطة وبخت في وش البنت اللي لابسة اسود اللي بتحاول تساعدها. طبعا النتيجة معروفة، البنت داخت. انا عايز اقول لكم خلال الفيديو، سواء الفيديو دوت حقيقي او تمثيل، فخلينا ناخد الفايدة منه، النصح والارشاد. عادي خالص، رشت في وشها، متفقه بقى مع واحد بعربيه هياخدوا البنت او هياخدوا الضحيه ويطلعوا بيها، الله اعلم. طبعا الفيديو ده واضح ان هو مش في مصر، بس احنا الحيل شغاله والامور دي بتتكرر برضو كل يوم وعلى مستوى العالم، فلازم ناخد بالنا ونوعي ولادنا ونوعي اي شخص نعرفه. موضوع مأساوي جدا يا جماعه. في واحد جاي كده ركن عربيته بيحاول يساعد او شيء، ايا كان خدوا بالكم من نفسكم، صلوا على النبي.